دخول الملعب. المشكل ديال الحافله كيفاش نتوما كمكتب مديري تفاعلتوا مع هذا الحدث؟ للاسف الشديد هذه انا مازال ما عرفناش شنو اللي وقع، ولكن طبعا يعني هذا ما وقع الى حافله المغرب الفاسي ماشي شي حاجه عاديه اللي كتطرا في جميع المقابلات. انا تنتمنى ان يعني هذا الشيء ما يبقاش يطرا في واحد الجو رياضي اللي دارت به المقابله. كنتمنى ان يعني نداركوا هذا النظام ونرجعوا لسكه الانتصارات كيف كنا متعودين عليهم. للاسف الشديد كيف لاحظنا فريق المغرب الفاسي دخل عازم في الشوط الثاني انه يجيب الانتصار. هناك ضربات جزاء مشكوكه لفريق المغرب الفاسي ولفريق الجيش الملكي للاسف. لاحظنا بان كان مشاكل كثيره يعني في فريق المغرب الفاسي في التحكيم. انا ما كنبغيش يعني نتكلم على التحكيم، ولكن كنظن بان هناك يعني كل مقابله من المقابله كنلاحظوا بان فريق المغرب الفاسي دائما كاين يعني عنده مشاكل تحكيميه، ولكن الحمد لله كيف كنعرفوا الفريق المغرب الفاسي فرض وجوده في القسم الوطني الاول. الحمد لله حنا منين جينا راه كانت الفرقه في واحد الوضعيه اخرى لا نريد ان نتكلم عنها. فريق الحمد لله احتل ارض ديال مركز التكوين ويسير نحو يعني هيكله فريق بالتكوين ديالو بالبنيه التحتيه ديالو، ونتمنى يعني الفريق الاول انه يواكب دائما. الفريق الاول هو اللوكوموتيف ديال الصوره ديال الفريق، وفضلنا اننا من هذه السنه نعولوا على لاعبين شبان الذين خارجين من مدينه فاس ومن فريق المغرب الفاسي. نتمنى حظ موفق لفريق الجيش الملكي، وحظ نتمنى ان شاء الله ان يعني الفريق يدارك هذه المقابله ويجيب 3 نقاط يوم السبت امام حسنيه اكادير. شكرا. انا لا ما عرفتش انا شنو اللي طرا. شعور الفرح كيكونوا عند جميع يعني المسيرين او رؤساء الفرق. حنا اول حاجه يعني كان عندنا واحد الوضعيه اللي هي منع الجماهير الفاسيه من التنقل، ودائما يعني هذه المسائل يعني دائما يعني الشروط كتتكرر. كنا تمنينا ان تكون هذه المباراه تدور باجواء رياضيه للجمهور الفريقين، اللي هي كيف كنعرفوا المقابله ما كانتش متواجده في مدينه الرباط، كانت في قنيطره. اذا كانت ممكن ان الجمهور ديالنا يكون حاضر معنا، وكنعرفوا الفريق المغربي الفاسي بالجمهور ديالو كيكون فريق اخر كيقدر يعني يعطي ديك الدفعه باش انه هذا. كنظن بان كانوا الجماهير ديالنا كنا نقدروا نداركوا الامور ونتعادلوا في هذه المباراه، رغم بوتيتر كلكو زيرور ديال التحكيميه واضحه. انا ما كنتش في الشاشه باش نعرف، ولكن غنعاود الماتش باش نعرف اكزاكتومون شنو اللي طرا. ولكن الفريق المغربي الفاسي دائما كبير وغيبقى دائما كبير، رغم يعني الانعكاسات اللي عشنا اليوم. اللاعبين اضطروا انهم يعني يجيو الملعب وقيله 20 حتى 25 دقيقه عاد يوصلوا للملعب، اللي جعلت يعني الاصابه ديال ياسين اللاعب ديالنا ياسين الرابي، اللي كنظن بان هي يعني نقطه تحول ديال المباراه باش ان فريق الجيش الملكي ضغط واستطاع انه يجيب ضربه جزاء. المقابله كانت متوازنه، ضربتي جزاء. الفريق المغربي الفاسي هو سجل عبر كره ثابته. اذا الحمد لله لازم اننا نتعلموا من هذه الهزيمه. كنهنئ السي عبد الرحيم شكيليط على هذا الباركور اللي قاد به، ومازال السي عبد الرحيم شكيليط غادي يعطي الكلمه ديالو في المستقبل. هناك واحد الطاقم تقني اللي هو 100% من مدينه فاس، من المعد البدني الى المدرب. والحمد لله كنتمنى ان يعني هذه الهزيمه تكون يعني درس وندركوها. كره القدم راه فيها الانتصار وفيها الهزيمه، وهذا وارد في كره القدم. ولكن الحمد لله كنتمنى ان الجمهور ديالنا يكون حاضر في المقابله ديال حسنيه اكادير، وكنتمنى ان شاء الله ان لما لا هذه السنه فريق المغرب الفاسي كنظن بانه يستاهل شي لقب هذا اللي
Shit.